يا أهلا وسهلا بأحلى متابعين لينا. النهاردة هنعمل بطاطس بطريقة لطيفة مختلفة شوية. آم، ده الشكل النهائي بتاعها حاجة في منتهى الجمال ومش هتاخد معاكي وقت. دي بطاطس هنحط عليها مقطعينها، طبعا هحط عليها ملح وفلفل ورشة توم باودر ونص معلقة صغيرة بصل باودر، وهنقلب المكونات كلها مع بعضها بالطريقة دي علشان المكونات كلها تختلط بالبطاطس اللي احنا هنعملها. وبعد كده بنبدأ نجهزها في الصينية اللي احنا هنحطها في الفرن. يا ريت يا جماعة ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. وبنبدأ بقى نرتبها، التقطيع بيبقى رفيع يا جماعة. وبعد كده بنحط عليها رشة جوز الطيب لو تحبي، لو مش عايزة بلاش منها، دي اختياري يعني. وهنبدأ نحط عليها نص كوباية لبن علشان بس تستوي فيها، وبنغطيها بورق زبدة. بعد كده نحطها عليها ورق فويل علشان تبقى مكمورة كويس، تستوي فيها كويس جدا. وبنحطها في فرن عالي، في فرن ساخن يعني مسبقا مسخنينه قبل كده. وبنحطها شوية ودي كده استوت 3/4 سوا. بنبدأ بقى نحط عليها ويبنج كريم وموتزاريلا، بتكمل بيها بقية التسوية بتاعتها وبتاخد وش كويس. وبنسيبها بقى، مش بنغطيها تاني، وبنحطها في الفرن علشان تاخد الشكل الحلو بتاعها. وده منظرها بعد ما خلصت.